وهناك نصوص يتم استغلالها من بعض الإخوة المسلمين ويتم تحريفها، وأنا أتأسف لهذه الطريقة التي هي طريقة احتيال، وليست طريقة أمينة، ليست طريقة علمية، ليس فيها أي أمانة في البحث. كل من يستخدم هذه النصوص هو غير أمين في البحث. ويمكن أخصص حلقة إلى كل النصوص التي تستخدم استخداما سيئا ويتم تحريفها. مثلا مرات كثيرة يطلع واحد مسلم سواء على التعليقات أو على الاتصالات ويقول: تجازى السامرة لأنها قد تمردت على إلهها، بالسيف يسقطون، تحطم أطفالهم والحوامل تشق. أهو إلهك يأمر الحوامل تشق. هو مش عارف خلفية النص، مش عارف بيتكلم على مين، مش عارف. هو فقط شاف بعض أصدقائه بيشاركوها في الفورمز أو في البالتوك أو على اليوتيوب وأخذها وجابها وحطها دون تمحيص دون أي شيء. يا أخي هذه بتتكلم عن شعب إسرائيل، السامرة كانت عاصمة إسرائيل، أنت بتتكلم عن إيه؟ والنبي هوشع كان بيحذر إسرائيل، بيقول: ستجازى السامرة، إذا لم ترجعوا تتوبوا ستجازى إسرائيل. مش هو الأمر لهم يعملوا في التانيين. ستجازى إسرائيل لأنها تمردت على إلهها، بالسيف ستسقط، ستحطم أطفالكم والحوامل تشق. يا إسرائيليون ستحطم أطفالكم، ستشق الحوامل، سيغزونكم، سيقتلونكم في الحرب إن لم تعودوا وتتوبوا، سيترككم الله ويتخلى عنكم، ستكونون محط هجوم الأعداء. ولذلك في آية بعدها مباشرة في الأصحاح الآخر يقول: ارجع يا إسرائيل، ارجع إلى الرب إلهك لأنك قد تعثرت بإثمك. إذن عد قبل فوات الأوان. هوشع كان بيكتب لبني إسرائيل بيقول لهم عن ماذا سيحصل لهم. هي مش العكس، أوامر لهم يفعلوا بالآخرين كما يوهمون من خلال هذه الآيات. نص آخر بيقولوا: الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك. أيضا هو مش فاهم بيتكلم عن إيه ولا واخدها مين، والكلام موجه لمين ضد مين. هذه في حزقيال رأى رؤية، كان قاعد شاف رؤية، وشاف واحد شاف الله يأمر شخص يقول له: ادخل إلى المدينة، الشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك. المدينة هي أورشليم عاصمة يهوذا، ادخلوا إلى أورشليم واقتلوا اليهود. شافها في رؤية فخاف، فهي رؤية كانت لتحذير شعب إسرائيل: جايكم هلاك، توبوا، ارجعوا. نفس الشيء بتاع هوشع، وهذا مؤكد في حزقيال في الأصحاح 8 ببدايته بيتكلم عن الرؤية، ثم يقول: وأتى بي في رؤى الله إلى أورشليم. الله أخذني في رؤية إلى أورشليم وشفت كل شيء، وقال: اعبر في وسط المدينة، في وسط أورشليم. بيتكلم عما سيحصل لليهود من الآخرين، مش العكس، مش أوامر لهم. فكفوا عن تحريف هذه النصوص، ناقشونا بعدل، ناقشونا بأمانة حتى يكون للنقاش معنى.